مساء الخير، عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوني فدي قناتي. اتمنى تنوروني بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير. النهارده طبعا هنعمل مع بعض، ده موسم البرتقال وداخلين على رمضان وعلى الصيف، فبنحب العصائر تبقى موجودة على طول عندنا. فبما ان البرتقال دلوقتي حلو يعني وسعره معقول، طيب تعالوا بقى نخزن شوية كده برتقال حلو في التلاجة لرمضان وللصيف. انا هنا خدت البرتقانه، انا اللي معايا دول حوالي تقريبا 3 كيلو برتقان. انا ما بخزنش قشر البرتقان، انا ببشر البرتقان. غسلت كده البرتقانه وهبشرها بقى. اخد منها بقى الكميه اللي انا حباها، بس اهم حاجه وانتي بتبشريها تاخدي بس القشره البرتقاني اللي بره، ما تخشيش على القشره اللي هي بتبقى بيضه دي، عشان القشره البيضه دي هتمرر بتبقى فيها مراره كده. فاهم حاجه تخلي بالك، بس حاولي ان انتي تاخدي القشره البرتقاني اللي هي بتبقى بره. ابشري بقى الكميه اللي انت عايزاها، يعني انا تقريبا هبشر حوالي 3 4 برتقانات كده، واخد القشر بتاعهم بحطهم بقى في الفريزر عندي. عايزه بقى تعملي كيك البرتقان، او بصي انا هنا كنت بشاور لك، انا باخد القشره البرتقاني بس مش باخد الابيض اللي بيبقى ورا القشره. بتستخدميها بقى في كيك البرتقال، بسكوت بما اننا داخلين على عيد بقى، ولو حابه تعملي بسكوت بالبرتقال. ويا سلام بقى البط لما تدعكيه بقى بقشر البرتقال ده بالتوابل، بتخلي لك ريحه البط رهيب رهيب بجد. القشر البرتقال ده يا جماعه بيدي طعم ونكهه حلوه قوي. انا خلصت اول واحده اهو، وهاخد التانية هغسلها وهبشرها برضو. انتي بقى لو مش بتحبي ان انتي تبشريه وبتحبي ان تاخدي القشر سليم، فعادي بتغسليها بتقطعي البرتقانية كده بالطول، وبتاخدي القشر بتشيليه. بس انا بصراحه بفضل كده، بفضل ان انا اخد ايه القشر بس. هاخد بقى الكميه اللي انا عايزاها دي، يعني هبشر كام برتقانية كده، اخد الكميه على قد كميه البشر اللي انا عايزاها. وبعد كده تعالي بقى اقولك هنعمل ايه. هنا بقى دي كمية البشر اللي انا خدتها اهو. طب هنحفظها ازاي؟ هحفظها بقى، هجيب كيس من كيس التلاجة وهحطهم فيه. هعبي كيس التلاجة من البشر ده وهحطهم في الفريزر. وقت ما هحب ان انا محتاجة البشر البرتقال ده، هطلع اخد حتة صغيرة، يعني معلقة بمقام معلقة صغيرة، تاخدي منه بمقام معلقة صغيرة بس، في اي وصفه بقى انت عايزاها، سواء كيك سواء بسكوت سواء اي حاجه. بس كده، واهم حاجه تطلعي بس الهواء من الكيس التلاجة وتربطيه وتحطيه عندك في الفريزر. الكميه دي كميه حلوه قوي يا جماعه، يعني بصي هي شكلها ان يبان ان هما كميه صغننه، بس بجد الكميه دي حلوه قوي هتكفيني. هنا بقى هشيل بقى القشره البيضه دي من البرتقانه، هقشرها حلو قوي عشان القشره البيضه دي برضو لو اتسبت في البرتقان وجينا عملناها عصير هيمرر معاكي. وانا نسيت اقولك، ده احنا النهارده كده مش هنخزن برتقان بس، ده احنا هنخزن البرتقان بالجزر، وهنعمل شويه عصير برتقان بالجزر رهيب. ومن غير بقى، واهم حاجه ان احنا مش هنسلق الجزر. هقولك بقى على طريقه حلوه وسهله وبسيطه وسريعه وطعمها بجد رهيب، هتحبيه قوي. ولو جربتيه عمرك ما هتسلقي الجزر تاني في عصير البرتقان بالجزر. بس الاول اهم حاجه ما تنسينيش في اللايك والشير، ويا سلام لو سبتيلي كومنت حلو زي كده هتبسطيني قوي. هقشر بقى هنا كميه البرتقال اللي معايا دي كده كلها الاول، يعني نخلص خطوه خطوه. نخلصي الاول البرتقال قشريه، وبعد كده تعالي نشوف بقى احنا هنعمل ايه. بس ما على فكرة لو انتي مستغربة الطريقة دي ما تروحيش بعيد، استني في اخر الفيديو هنعمل مع بعض العصير، وهتشوفي شكله بس لوحده يفتح النفس ازاي، وطعمه بقى مش قادرة اقولك. هنا بقى كنت بعد ما قشرت البرتقال كله هنقطعه بقى، انا بقطعه شرايح. اهم حاجه تبقى سكينه حاميه عندك وتقطعيه كده شرايح، وتتاكدي ان مفهوش بذر بحرف السكينه بقى او بايدك اي حاجه، يعني ان انت اهم حاجه تتاكدي ان انت طلعتي منه البذر عشان ما تحصلش مشكله وانت بتضربيه يعني في الخلاط. بس كده، وبصي في ثواني، بس اهم حاجه تبقى السكينه اللي معاكي سكينه حاميه عشان ما تنزليش الميه اللي فيها كلها. بصي تبقى السكينه بتقطع على طول ما بتنزلش الميه. بصي في ثواني على طول خلصنا الكميه اللي معانا. طيب ده البرتقال احنا كده خلاص جهزناه وظبطناه وقطعناه وشلنا منه البذر وكل حاجه. على فكره يا جماعه ده برتقال بلدي، البرتقال اللي بيتخزن برتقال بلدي. هاتيلك بقى كده كام كيلو وحطيهم بقى في الفريزر، مش شرط رمضان، للصيف كمان، يعني هو في الصيف اساسي العصاير، وطبعا في رمضان بعد الفطار اساسي برضو ان احنا العصير اساسي في رمضان. طب فين بقى الجزر؟ استني هقولك، تعالي بقى هقولك الجزر دلوقتي هنعمل فيه ايه.
انا بقى هجيب كميه الجزر اللي مناسبه للكميه اللي معايا من البرتقال، مش هسلقه ولا هقطعه مكعبات ولا هعمله اي حاجه، هبشره. هتبشريه؟ اه والله بشوريه. احلى عصير جزر بالبرتقال هتاخديه لما تبشري الجزر، بتاخدي نكهة الجزر. يعني عايزه اقولك بجد السلق بيضيع نكهة الجزر، بيخلي، وخصوصا لما هيقعد معانا في الفريزر هتلاقي ان الجزر بقى عبارة عن مية، لكن بشر البرتقال بيحافظ على طعم الجزر وريحته. مهما هيقعد معاكي في الفريزر هتلاقيه محافظ على طعمه، والعصير هيطلع معاكي روعة. جربي انك تبشري الجزر وهتشوفي بجد قد ايه هي طريقة سهلة وبسيطة وطعمها احلى مليون مرة من ان انتي تسلقي الجزر. طبعا انتي مش مصدقة، تعالي استني خليكي معايا لحد اخر الفيديو لحد ما نعمل العصير مع بعض وهوريكي بقى هيطلع عامل ازاي. في ناس بتعمله عصير كعصير مركز من غير مية وبتسيبه في التلاجة عصير مركز. انا بصراحة مش بحب كده، لا انا بحب اجهز البرتقال، مش بحط شوية برتقال وشوية جزر وبحطهم في كيس تلاجة وبدخلهم الفريزر واطلعهم يفكوا واضربهم في الخلاط. تعالي بقى هنا نعمل مع بعض العصير. هنا كنت بشرت كميه الجزر كلها وادي البرتقال. هناخد بقى حبه جزر كده، طبعا بالويم زي ما انتي حابه، يعني الكميه دي بقى ايه بترجع لك انتي. اخدنا شويه من الجزر، هنحط عليهم شويه من الميه، حوالي كده، يعني انا حطيت نص الكوبايه اللي انتي شايفاها دي ميه، وهحط عليها مع حوالي كده معلقتين من السكر. طبعا برضو السكر والتحلية بترجع لك، بس انا الجزر اللي كان معايا ما شاء الله كان مسكر قوي وكان طعمه حلو قوي، فحطيت بس ايه معلقتين كده من السكر عشان خاطر البرتقان اللي معايا، طبعا البرتقان البلدي بيبقى مسك. وهنضربهم حلو قوي في الخلاط. هنضرب الجزر مع شويه الميه مع شويه السكر. بصي بقى لون العصير اصلا عامل ازاي، يعني في ناس اصلا بتحب عصير الجزر لوحده من غير برتقان. بصي بقى اللون حلو ازاي بجد يا جماعه، لما بيتسلق اللون بيفتح وطعمه بيروح من مطرح السلق، ولما يتساب كمان في الفريزر بطعمه بيختفي تماما. جربي ان انتي الطريقه دي وان شاء الله تعجبك. هنا بقى بعد ما ضربت الجزر هننزل بقى بكميه البرتقال، انزلي برده بالكميه اللي انتي تحبيها. انا بس عامله كميه صغيره النهارده لمجرد ان انا بس اوريلكم ان الطريقه دي حلوه وبجد سريعه وبسيطه. وحطيت شويه ميه بعد ما حطيت البرتقال، حطيت شويه ميه وهنضرب. هنضرب كل ده بقى مع بعضه لحد ما البرتقال يختلط مع الجزر مع السكر ويبقى تمام معايا، يبقى هو كده خلص. انا بضرب كده كام ضربه وبعدين بفصله بدوقه. ما بعرفش يا جماعه العصير ده الحاجه الوحيده اللي لازم ادوقها، ما بتظبطش معايا إلا لما لازم ادوقها. هنا بقى لما دقتها حسيت ان هي محتاج برتقال تاني، انا عايزه اعادل البرتقال مع الجزر، فحسيت ان هي محتاج كام شريحه برتقال، فهحط كده ايه كام شريحه من البرتقال وهضربهم مع بعض. وتقريبا هي خلاص هو كده اتظبط معايا. يعني العصير ده في رمضان انا لازم اعمله ايه إيه بالليل مش سحور او بعد الفطار عشان خاطر يظبط عشان السكر وكده. هنا برضو بصوا انا هدوقه تاني برضو عشان اتاكد ان هو خلاص كده تمام. جربي بجد الوصفه دي وان شاء الله ان شاء الله بجد هتعجبك، ولو عجبتك او لو انت كنتي بتعملي كده فعلا سيبي لي بقى كومنت قولي لي انت بتعمليها ازاي، خلينا كلنا نستفيد من بعضنا. هنا كان خلاص تمام خلص. هنجيب بقى هنا مصفى كبيرة وتحتيها طبق، عشان طبعا مطرح الجزر ومطرح البرتقال لازم نصفيه حلو قوي. فانا جبت مصفى كبيرة كده عشان اصفي كله على مرة واحدة، وتحتيها الطبق. نزلت الكمية اللي انا ضربتها، وهجيب معلقة كده هفضل احركها كده بالمعلقة لحد ما العصير ينزل ويفضل معايا القشر، هتخلص منه ويبقى كده العصير اللي معايا مفهوش اي حاجة من البرتقال والجزر. المطرح القشر وكده، القشره بتاعت البرتقال والجزر وكده، يبقى هنصفيه حلو قوي. وبعد ما هصفيه بقى كده حطيته. بصي بقى بصي لون العصير اصلا عامل ازاي. انا عامله كميه بس صغيره عشان خاطر التصوير وعشان اوريكم الطريقه بتاعته لما بنطلعه هنعمله ازاي. بصي بقى تطلعيه بقى من الفريزر قبلها تسيبيه يفك شويه وبعد كده تحطيه في الخلاط وتعمليه زي ما احنا عملناه. مفيش اسهل ولا اسرع ولا انجز من كده ولا اطعم من كده كمان. بصي اللون بتاعه حلو قوي، الجزر عطيله لون حلو قوي بجد وطعمه بقى رهيب. كده خلصنا العصير. طيب هنحفظ بقى البرتقال بالجزر ده ازاي؟ تعالي هقولك. هنجيب بقى اكياس التلاجة. انا بعمل الكيس على قد المره، يعني على قد المره ان انا اعمل مثلا شفشق زي اللي شفتيه ده او اكتر شويه، يعني لا يعني بملى الشفشق اللي انتي شفتيه ده
اكبر شويه. فبتحطي بقى شويه البرتقان اللي بتكفيكي على قد المره، وهنحط بعد ما نحط البرتقان هنحط شويه من الجزر على قد المره اللي احنا هنضربها، يعني توازني كده الكميه اللي انت هتستخدميها في المره. وعادي يعني لو جايلك بقى ضيوف او حاجه، بدل مثلا ما بتطلعي كيس طلعي كيسين طلعي 3، زي ما تحبي. الكميه بقى دي وتخزينها بيرجع لك، انا بس بوريكي الطريقه اللي انا بخزن بيها. حطيت البرتقال وهحط كمان شويه من الجزر على قد كميه البرتقال، وبعد كده هطلع الهواء. اهم حاجه بس الكياس اللي بتتحط في الفريزر حاولي تطلعي منها الهواء على قد ما تقدري، وبتقفليها بس كده. وبحطه بقى برصه في الفريزر الوقت اللي انا حابه اطلعه فيه، مثلا بطلعه قبليها مثلا بساعه ولا حاجه يكون فك، وبنزله في الخلاط. انا بعمل كده يا جماعه في كل انواع العصير، في الفراوله، في الجوافه، كل حاجه، الرمان. مفيش احلى من ان انتي ان الفريزر عندك يبقى موجود فيه كذا صنف كده، ومش لازم بكميات كبيره. يعني انا عايزه اقولك الكميه دي مثلا عملت لي 4 كيس والشويه اللي احنا عملناهم عصير، ولسه يعني مش عارفه هل انا هستكفى بكده ولا ممكن ان انا اجيب واخزن تاني. بس تنوعي، مش لازم ان انتي كميه كبيره، لا ممكن مثلا كام كيس من البرتقال، كام كيس فراوله، كام كيس رمان، وبينفعك بقى طول الصيف وطول رمضان، بيبقى عندك الحاجه عندك في التلاجة. باعمل معاكم اهو كيس تاني. وما تنسيليش بقى لو وصلتي للجزء ده معايا في الفيديو وما حطيتيش اللايك، اوعي تنسي تحطي اللايك. اطلعي يلا حطي لي لايك وسلام. ويا سلام بقى لو سبتي لي كومنت تبقي قمر وحبيبتي حبيبتي حبيبتي. اهو هحط برده شويه من البرتقال وشويه من الجزر بس كده. بتهيالي يعني ان الطريقه دي اسهل مليون مره واحلى، وغير ان هي اسهل كمان بجد احلى احلى بكتير من الجزر المبشور، من الجزر قصدي المسلوق. هخلص بقى كده وهقفل برضو الكيس وهحطه، وهخلص بقى بقيه الكميه اللي معايا كلها. زي ما قلت لك الكميه دي تقريبا عملت معايا 4 كيس. اتمنى بقى وصفه النهارده تكون عجبتكم، ويا رب تكون وصفه سهله وخفيفه. وما تنسيش باللايك والاشتراك.